أهلا بكم متتبعي قناة المونديال سبور 2025 كأس إفريقيا بالمملكة المغربية بمشاركة الجارة الجزائر. فالجماهير الجزائرية مطالبة بالدخول إلى المملكة المغربية من أجل متابعة أو مناصرة المنتخب ديالهم اللي هو المنتخب الجزائري القوي المعروف طبعا الحال بالانتصارات ديالو، معروف كذلك بالخط الهجوم ديالو الذي يقوده بنجاح ومجموعة من اللاعبين المتميزين في مختلف الدوريات الأوروبية. إذا منازل المغاربة سنة 2025 مفتوحة في وجه الجزائريين، الفنادق أيضا المصنفة وغير المصنفة مفتوحة في وجه الجزائريين يدخلوا إن شاء الله عبر الطائرات من الجزائر إلى مدينة الرباط أو مدينة الدار البيضاء أو مدينة طنجة، أكادير أو فاس أو مكناس أو أكادير أو مراكش أو وجدة، لما لا؟ فإن شاء الله كنتمناو من السلطات المغربية، نتمناو من السلطات الجزائرية أنهم يديروا شي حل للجماهير ويديروا شي حل للمواطنين بصفة عامة لعودة الحركة وعودة الطائرات الجزائرية والمغربية للتحليق فوق السماء، هذه الدولتين الشقيقتين التي كيجمعنا بهم الدين واللغة والهوية والثقافة إلى غير ذلك. فسنة 2025 ما بقى لهاش بزاف الإخوان، بقات إن شاء الله 11 شهر أو 12 شهر غادي بطبيعة الحال يكون كأس إفريقيا هنا بالمملكة المغربية. الجماهير الجزائرية كنتمنى أو أتمنى من الله سبحانه وتعالى ومن السلطات الجزائرية المغربية أنه يتم شي حل الاسترعاءات إلى غير ذلك من أجل فتح الحدود البرية. فلما لا ما تحلش الحدود البرية في وجه الجماهير الجزائرية على أساس أنهم يدخلوا إن شاء الله في سنة 2025 عبر معبر جوج بغال في اتجاه المدن اللي غتحتضن كأس إفريقيا. الجماهير الجزائرية عندها رغبة كبيرة في الحضور، رغبة كبيرة في المجيء إلى المملكة المغربية من أجل متابعة مباريات كرة القدم، خاصة أن الجماهير الجزائرية تعشق هذه اللعبة اللي هي لعبة كرة القدم. في تصريح بطبيعة الحال لمجموعة من الجماهير الجزائرية أكدوا أنهم على استعداد للدخول من الحدود البرية مباشرة لمتابعة منتخبهم الجزائر بطبيعة الحال، ولما لا مقاسمة الفوز أو التنافس على الكأس مع المنتخب المغربي، ولما لا لعب مباراة النهاية مع المنتخب الجزائري. فالكاس ربما يقدر يكون المغرب، يقدر يكون الجزائر، حسب المستوى ديال اللاعبين. الظروف ديال كأس افريقيا بطبيعة الحال في المغرب غيكون ظروف عالية جدا، التنظيم غادي يكون خرافي، غادي يكون مجموعة من الأمور الجميلة والرائعة. إذا مرحبا بالمنتخب الجزائري والجماهير الجزائرية اللي غادي تدخل بطبيعة الحال مباشرة عبر الحدود البرية. كنتمنى أن يتحقق هذا الحلم في هذا العام هذا، وحتى لما تحققش يتحقق في 2030 في كأس العالم اللي غتنظم المغرب. كذلك الجماهير الجزائرية المتواجدة بفرنسا، إسبانيا، إيطاليا، أمريكا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا، مرحبا بكم في المملكة المغربية. فالمملكة المغربية ترحب بكل أجناس العالم بطبيعة الحال، ولا نحمل حقدا ولا كرها في اتجاه أحد الشعوب بطبيعة الحال ديال العالم. الجماهير الجزائرية في 2030 بطبيعة الحال في 2025 عفوا فهي مرحب بها، والمنازل ديال المغاربة مفتوحة في وجه الجزائريين بطبيعة الحال. وشاهدنا مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب أن مجموعة من الإخوان ديال المغاربة استقبلوا الجزائريين في المنازل ديالهم للمبيت ولقضاء بعض العطلة بطبيعة الحال عبر اتفاق مسبق. إذا الجماهير الجزائرية إن شاء الله سنة 2025 مرحب بها في المملكة المغربية. إذا عجبك الفيديو ديال قناة المونديال سبور فما عليك إلا الاشتراك في القناة ديالنا وخلينا شي تعليق. واش أنت كجزائري أو جزائرية مستعد أنك تجي للمغرب سنة 2025؟ شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.